8 نصايح علشان نكتب محتوى للمقالات على اي ويب سايت. اول حاجه بنبدا بيها اليو ار ال اوبتمايزيشن، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا. ان انا ما ينفعش مثلا يبقى الويب سايت imfnd.com/ارقام او حاجه مش مظبوطه، لازم اتاكد ان اليو ار ال الخاص باي صفحه انا بكتبها على الموقع لازم تكون باسم البرودكت او السيرفيس اللي انت بتتكلم عنها، لان احنا كصناع محتوى على الويب سايت لازم نعمل بالانس ما بين الاس اي او اوبتمايزيشنز والكونتنت اوبتمايزيشن. فدي اول حاجه. بعد كده جدودنا دايما يقول لك ايه؟ الجواب بيبان من عنوانه، فبنبدا نركز على الهيدلاينز ان هو يوصل انت عايز تقول لي ايه عشان يشدني ان انا ادوس كليك على الارتكل وابدا اقرا المحتوى الخاص بالويب سايت. بعد كده بنبدا بشوقنا اكتر شوقناه واغنيه عمرو دياب، نبدا بالانترو الخاصه بكتابه المقاله بتاعتك. ان الانترو دايما هي بتشدني، هل هكمل قرايه ولا خلاص باي باي واطلع بره الويب سايت؟ النقطه اللي بعديها هي السنتنس ستايل، يعني بطريقه ابسط يعني تكوين الجمله. باخد بالي من شويه شروط اساسيه زي مثلا كتابه اسماء البراندز تبقى مظبوطه، زي كتابه اسماء الاشخاص، زي لو انت عايز تركز على كلمه في الكتابه ما ينفعش تديها لون مثلا احمر ولا اخضر ولا الحاجات دي، لان جوجل بيعاقب المواقع اللي بتستخدم اي حاجه تخلي ان القارئ مش عارف يقرا بسهوله المحتوى بتاعك. فمثلا لو عايز تركز على كلمه وليكن خليها بولد، خليها اندرلاين، خليها بين قوسين، ايا كان قرارك، بس تستاذنك توحد القرار ده على مدار الارتكل بتاعك. النقطه اللي بعديها مهمه جدا وهي الهيدلاين اوبتمايزيشن، لان انت اكيد ممكن في نفس الارتكل بتاعك يبقى فيه اكتر من هيدلاين، فلازم تاخد بالك من كتابه الهيدلاينز للمقالات بتاعتك، وتاخد بالك كمان من الفونتس سايز. يعني ايه؟ يعني وليكن هيدلاين 1 هياخد مقاس في الكتابه 24، يبقى ده معناه ان اي هيدلاين هياخد نفس السايز. طيب والكتابه المكتوبه في الارتكل وليكن مقاس 20، فبرضه اي كتابه تاخد نفس المقاس زي ما احنا اتكلمنا بالشكل ده. بعد كده بناخد بالنا دايما من الماركتنج مسج من الارتكل. هنا ببساطه شديده معنى انك تقرا المحتوى، فانا وعدتك ان انا هفيدك لما اقول لك ازاي تكتب ارتكل على الويب سايت. فلو انت ما استفدتش من الفيديو ده اكيد بعد اول تيبس انا مش هكمل اصلا قرايه الفيديو. نفس الفكره، القارئ بيبقى عايز يتاكد اللي انت وعدتني بيه في الهيدلاين بيتحقق من خلال الكتابه اللي موجوده على الويب سايت. بعد كده بننتهي في الارتكل بالكونكلوجن، يعني القفله الحلوه بتاعتنا بتاعه الارتكل بتاعنا. ففي كذا اوبشن ممكن اقول له قول لي رايك انت استفدت ايه من الفيديو ده. لو انت مهتم ابعت لك النصايح دي فايل بي دي اف، حط ايميلك في الكومنتس عشان ابعت لك الفايل ده. قيسوا على كده القفله او الكول تو اكشن الختاميه للارتكل ده. بعد كده اخر حاجه هتستغربوها شويه، بهتم بثلاث حاجات اساسيه. واحد الايمج اس اي او اوبتمايزيشن، لازم اخد بالي من تظبيطه الصور برفعها في اي مقاله عشان تتوافق مع شروط الاس اي او، سواء هتظهر في محركات البحث، سواء هتظهر لو انا الويب سايت بيعمل لودنج فيطلع لي انا هبص عن ايه او اقرا ايه او ايا كان من الجزء ده. بعد كده اخر حاجه الميتا تايتل وميتا ديسكريبشنز. الميتا تايتل بنتكلم في 40 50 حرف بالكتير، انا عنوان الارتكل ده عباره عن ايه كاس اي او، والميتا ديسكريبشنز اللي هو وصف تفاصيل شويه عن الارتكل ده، فبنتكلم افريج 156 حرف في الميتا ديسكريبشن. ده كده كان اول فيديو معانا في سلسله حلقات الكونتنت اس اي او اوبتمايزيشن، واستنونا فيديوز جايه هنتكلم فيها عن الانستجرام كونتنت اوبتمايزيشن من ناحيه الاس اي او بقيه المنصات الفتره اللي جايه. لو فعلا بقى انتوا بقى مهتمين تعرفوا اهم الشروط لكتابه المحتوى على الويب سايت بما يتوافق مع شروط جوجل كاس اي او، قولوا ان انتوا مهتمين في الكومنتس واكتبوا الايميل بتاعتكم، وهنخلي التيم يبعتوا لكم الفايل ده يساعدكم في صناعه المحتوى على الويب سايت بس من زاويه الاس اي او.